قبل 10 سنين في دوري ابطال اوروبا وضع ريال مدريد ما كانش زي دلوقتي خالص. ما كانوش بينزلوا زي دلوقتي يعملوا ريمونتادا ورا التانية ويكسبوا دوري الابطال. زمان كان الوضع مختلف والبطولات كانت مستعصيه معاهم بيجيبوها بالعافيه، وابرزهم بطوله 2014. ففي فيديو النهارده هنتكلم عن دوري الابطال 2014 لريال مدريد اللي قدروا يكسبوه برأسية راموس، وهنحكي قصه البطوله دي. فلو انت لسه في القناه متنساش في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نبدا. لو رجعنا للزمن ل 2013 هنلاقي ريال مدريد بقاله 10 سنين ما كسبش دوري ابطال اوروبا ولا وصل النهائي. اخر نهائي كان وصله 2002، كان بيطلع 3 مرات ورا بعض من نص النهائي، وكان بقاله سنتين مش عارف يعدي حتى دور ال 16 لحد ما بيريز بيقرر اللي هو يتعاقد مع مورينيو وبيجي يكسر عقدة التأهل من دور ال 16 لريال مدريد. وكان ساعتها ريال مدريد معاه 9 دوري ابطال والعشرة كانت صعبة قوي، كل ما يفضل يجيب في لعيبة ويحاول العشرة مش عايزة تيجي. فبيريز بيقرر اللي هو يعمل سوق انتقالات عالمي، بيجيب رونالدو وكاكا وبنزيما وتشافي الونسو ومدرب فيا ريال بريجريني. كان الهدف من الصفقات دي كلها اللي هم يوصلوا نهائي دوري الابطال 2010. بس اللي حصل مصيبه ان ريال مدريد طلع من دور ال 16 والبطوله كمان كانت في البرنابيو، فحصل مصيبه بعد كل الصفقات دي ريال مدريد يطلع من دور ال 16. ففي 2010 بيقرروا ان هم يجيبوا مورينيو وبيتعاقد مع ابرز اللعيبه دي ماريا وسامي خضيره ومسعود اوزيل، وفي كل موسم كان بيجيب لعيبه زي لوكا مودريتش. وبعد فترات ريال مدريد اتحسن في اوروبا مع مورينيو، لكن عقده نص النهائي برضه مستمره مع ريال مدريد. اول مره واجه برشلونه خسر في الذهاب وتعادل في الاياب، تاني مره خرج من بايرن ميونخ بركلات الترجيح، وتالت مره الخروج الصعب والمباراه اللي نسيها قدام بروسيا دورتموند اللي بروسيا دورتموند كسب بنتيجه ال4-1 بتسجيل ليفاندوسكي ال4 اهداف. وكانوا هيعملوا ريمونتادا في مباراة الإياب بس الماتش بينتهي بنتيجة ال2-0 وبيطلع ريال مدريد برضو من نص النهائي. وفي 2013 بيقرر بريس اللي هو يجيب أنشيلوتي، والهدف برضو كان اللي هو يكسب دوري أبطال أوروبا. أي مدرب كان بيجي ريال مدريد الهدف منه هو الفوز بدوري أبطال أوروبا. بس ساعتها كان الجمهور واثق شوية اللي هو خلاص حان وقت العشرة بوجود أنشيلوتي ولاعيبة مهمة زي راموس وكاسياس ورونالدو، وبالإضافة اللي هم جابوا في الفترة دي كريسبيل وإسكو، وكمان كارفغال بيرجع تاني. ورقة دوري الأبطال كانت ساعتها جت سهلة، ريال مدريد معاه جالتا سراي وكوبنهاجن الدنماركي ويوفنتوس الإيطالي. أول مباراة في دور المجموعات كانت قدام جالتا سراي في تركيا، وقدر ريال مدريد اللي هو يفوز بالمباراة دي بنتيجة كبيرة أوي بنتيجة ال6-1، ورونالدو سجل هاتريك في المباراة دي. وتاني مباراة كانت قدام كوبنهاجن، قدر ريال مدريد يفوز فوز سهل أوي بنتيجة ال4-0. وفي المباراة الثالثة بيستضيف يوفنتوس وبيقدر اللي هو يفوز فوز صعب جدا على يوفنتوس بنتيجة ال2-1. والماتش الرابع اللي كان العودة قدام يوفنتوس بيتعادلوا بنتيجة ال2-2. والماتش الخامس انتصار على جالتا سراي بنتيجة ال4-1، وفوز في الدنمارك على كوبنهاجن بنتيجة ال2-0، وبيصعد ريال مدريد لدور ال 16. في دور ال 16 وقع مع النادي الألماني شالكا، وبيقدر اللي هو يفوز فوز سهل جدا قوي في ألمانيا بنتيجة 6-1. والثلاثي البي بي سي كريستيانو رونالدو وكريس بيل وكريم بنزيما كل واحد فيهم بيسجل هدفين. وفي ماتش العودة فوز ريال مدريد بنتيجة 3-1، وبيصعدوا لدور الثمانية عشان يواجهوا برضو نادي ألماني وهو نادي بروسيا دورتموند اللي عمل لهم عقدة في 2010 لما خسروا بنتيجة ال4-1 وتسجيل ليفاندوسكي ال4 أهداف، فهم كانوا عايزين ينتقموا من المباراة دي. ماتش الذهاب في البرنابيو خلص بنتيجة 3-0، كريس بيل بيسجل وإسكو وطبعا رونالدو. وفي مباراة العودة كان فاكر لو خلاص ريال مدريد قضى على بروسيا دورتموند اللي هم مش هيعرفوا يعملوا حاجة في المباراة بتبدأ بروسيا دورتموند بيسجلوا هدفين عن طريق رويز في الشوط الأول، بس ريال مدريد بيستحملوا ويقدروا اللي هم يصعدوا لدور نص النهائي بنتيجة المباراتين 3-2. وكالعادة في نص النهائي بيواجهوا فريق ألماني هو كان بايرن ميونخ، وكان بايرن ميونخ ساعتها مع جوارديولا في موسمه الأول مع البايرن. فبيقرر انشيلوتي في المباراة دي اللي هو يلعب بطريقة اللي هو يدافع في اسبانيا ويهاجم في المانيا، وفعلا الطريقة دي بتنجح معاه في مباراة الذهاب وبيقدر اللي هو يفوز بنتيجة 1-0، والمباراة كانت في اسبانيا. سجل كريم بنزيما الهدف. رونالدو ما كانش جاهز 100% وكان غايب برضو عن لقاء بروسيا دورتموند في ماتش الاياب، وكان في شكوك اللي هو مش هيلعب المباراه دي، بس رونالدو لعب وكان صاحب التمريره اللي لعبها الكونتراو اللي بيعمل اسيست لكريم بنزيما ويسجله الهدف في بايرن ميونخ. وبتنتهي مباراه الذهاب في اسبانيا بنتيجه 1-0 لريال مدريد. مباراة العودة كانت مولعة بما تبدأ بسبب التصريحات لنادي بايرن ميونخ اللي هم بيقولوا الأشجار هتولع ريال مدريد هيخسر والكلام من ده.
واللي حصل في المباراة دي غير كل التصريحات، ريال مدريد بيدمر بايرن ميونخ بنتيجة ال 4-0. راموس بيسجل هدفين، وكالعادة رونالدو بيسجل وبيوصل للهدف ال 15 ليه في دوري الأبطال. وبتنتهي المباراة بنتيجة ال 4-0 ومجموع المباراتين 5-0. بس من الحاجات السلبية في المباراة دي هي انذار تشافي الونسو كده هيغيب عن المباراة النهائية. وشفنا فعلا في الماتشين اللي انشيلوتي بينفذ الطريقه اللي اتفق مع ساكي، اللي هو هيدافع في اسبانيا ويهاجم في المانيا، والطريقه بتنجح معاه وبيصعد للمباراه النهائيه. المباراه النهائيه قدام اتلتيكو مدريد. اتلتيكو مدريد من قبل 2013 كان بيعتبر خصم سهل لريال مدريد. ريال مدريد كان بيكسبه في كل حاجه، بس الموسم بتاع 2013 2014 ريال مدريد ما كسبش اتلتيكو مدريد في الدوري ولا ذهاب ولا اياب. زائد ان اتلتيكو مدريد كسب كاس ملك اسبانيا من ريال مدريد في البرنابيو، فكان خصم صعب بالريال مدريد الموسم ده. فالمباراه النهائيه ريال مدريد قدام اتلتيكو مدريد. المباراه بتبدا انفراد لكريس بيل اللي كان ممكن يعمل التقدم لريال مدريد لكنه بيضيعها. وبعد كده ركنيه لنادي اتلتيكو مدريد، خطا من كاسياس. اتلتيكو مدريد بيسجلوا الهدف الاول، تبقى النتيجه 1-0. وكان معروف زمان ان اتلتيكو مدريد لما يدافع انت مستحيل تجيب جون، ابطال فدائيين بيدافعوا. والشوط الاول بيخلص بنتيجه 1-0 لاتلتيكو مدريد. الشوط الثاني بيبدا بينزل اسكو ومارسيلو مكان كونترا ومكان سامي خضيره، وازدادت فرص ريال مدريد وازداد الضغط. بس برضو دفاع اتلتيكو مدريد ابطال فدائيين، وكورتوا كان عامل اللي عليه وكان بيصد حارس اتلتيكو مدريد. وكان في كذا كرة كده كان ممكن اتلتيكو مدريد يتقدموا، بس دفاع ريال مدريد كان صح في الماتش ده. وبعد كده عرضية من لعيبة ريال مدريد، مدافع اتلتيكو مدريد بيحولها الركنية، عشان في الدقيقة 94 او بالتحديد في الدقيقة 93 وكام ثانية مودريتش بيرفع الكرة الركنية على رأس راموس اللي بيحطها في الزاوية 90 لكورتوا، وبيسجل هدف التعادل لنادي ريال مدريد. اللي كان ساعتها لعيبه اتلتيكو مدريد قعدوا يعيطوا والجمهور قعد يعيط، بس ده كان هدف تعادل. بس كان خلاص كله متاكد ان ريال مدريد هيكسب المباراه دي، وكل حاجه انتهت بالنسبه للعيبه اتلتيكو مدريد. عشان كده بيتقال ان راموس هزم اتلتيكو مدريد. وبعد كده مهاره رائعه من دي ماريا وبيسدد، كورتوا بيعمل اللي عليه وبيتصدى للكره، بس الكره بتطلع في الهواء وبيطلع لها كريس بيل وبيسجل الهدف الثاني لريال مدريد. وبعد كده كريستيانو ومارسيلو بينهوا المباراة بنتيجة 3-1. واخيرا وبعد غياب راموس بيرفع العشرة لريال مدريد، العشرة المستعصية لريال مدريد اخيرا بتترفع بعد غياب طويل قوي، ومن مدربين ولاعيبة وكل حاجة بتتغير، واخيرا ريال مدريد بطل للعشرة. بس كده دي كانت قصة ريال مدريد والعشرة المستعصية. لو عجبتك متنساش تشترك في القناة وتفعل الزر عشان توصلك كل جديد، واستنى الفيديوهات اللي جاية كتير. اشوفكم الفيديو الجاي وسلام.